شوفوا يا جماعة، أنا العربية معدية اهي. تمام. وأنا ببيع الكتب، شايفين؟ والكراتين والأزايز، شايفين كده أهو، كله متعبي في شكاير. شايفين؟ كل حاجة قدامكم، شايفين؟ يا صباح الخير، يا صباح الهنا، يا صباح الفلوس والرزق الكتير بإذن الله. طبعا دلوقتي انتوا شفتوا في اول الفيديو ان انا وقفت اللي هو الراجل بتاع العربية الروبيكيا. تمام. كان عندي كتب وكان عندي كراتين، انا قلت لكم كنت محوشاهم، اللي كنت الكلام اللي قلت لكم في الفيديوهين اللي قبل كده. وكان عندي بلاستيك. تمام. بعته كله. جابوا معايا بالظبط 175. تمام. زي ما انتم شايفين كده. تمام. كان في يمكن، بس كان كتب عندي كتير، في كان يمكن 16 كيلو كتب. تمام. والباقي بقى بلاستيك والكراتين والورق وكل الحاجات دي. طبعا انا جبت حصالة جديدة بعد اللي انا فتحتها قبل كده، عشان خاطر هي مش اشتريت سلسلة. انا اخدت من الفلوس 100 جنيه. تمام. شلتهم على جنب، وبدأت بقى احط الفلوس زي ما انتم شايفين كده في الحصالة بتاعتي القمر، حبيبتي حبيبتي دي. طبعا احنا قلنا كان 175، شيلنا منهم 100. كنت مستلفاهم يعني من ماما. لما كنت مستلفة 500 من ماما عشان اكمل بهم فلوس السلسلة وكده. كده وكان في 40 زايدين كده من مصروف البيت. اهي البيت من 100 على جنب زي ما انتم شايفينها. طيب. نشيل بس كده الفلوس 40 دولت، يعني زايدين من حاجات مش عارفة، حاجات كده يعني معانا في البيت يعني وكده. حصلتك دي حبيبتك، حبيبتك عارفة يعني بكون حصلتك حبيبتك. اعتبريها فرد من أفراد العيلة، اعتبريها نبات أو زرعة أو ورد لازم يشرب كل يوم، لأن لو عطش هيموت. تمام. أنا لما طلبت الحصالة ديت من عيالي يجيبوها، طلبت قلت له عايزة أي حاجة يكون فيها لون أخضر. تمام. معلش على الأبواب اللي بتخبط وكده. عايزه يكون فيها لون اخضر. بيقولوا يعني في الجذب، يعني معرفش ده بجد ولا لا، ان اللون الاخضر واللون الخشبي الفلوس بتجيب فلوس او بتتكاثر. تمام. فانتي لازم تسقيها كل يوم، ان شاء الله ب5 جنيه، ان شاء الله ب10 جنيه، ب20 اللي معاكي. دي حاجه. تاني حاجه، انتوا متخيلين يعني طبعا الحصاله دي ما تتفتحش نهائي 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 الا لما تكون تقيله كده. تمام. وتحسي انها فيها مبلغ وقدره. احنا طلعنا فلوس يا جماعه من الهوا، عملنا من الفسيخ شربات، صح؟ تمام. يعني تخيلي انتي في حياتك كلها هدرتي حاجات قد ايه كنت ممكن تستفادي منها، ضيعتي فلوس قد ايه في حياتك. تخيلي حاجة بسيطة زي دي. تمام. هتخليكي تلبسي دهب اللي نفسك فيه، هتخلي معاكي الفلوس اللي نفسك فيها. انا عايزة اقولك على حاجة. تخيلي كده. انت لما تفتحي الحصالة دي يعني كمان شهرين 3 وتطلعي مبلغ حلو، وتحسي نفسك ان انت عملتي انجاز. انا انجزت يا جماعه. طبعا ان انتوا لازم تجيبوا حصاله زي دي، مش من اللي بتتفتح. ما انا كنت ممكن، انا عندي اللي يتفتح على فكره، بس كنت اللي احطه فيها اطلعه تاني منها. فدي صعب انك تفتحيها بسهوله. تمام. ولا حد يفتحها. وطبعا ما حدش يعرف مكان الحصاله دي ابدا الا مثلا حد من عيالك تكون انت واثقه انه مش هيتكلم. طبعا امبارح كان الخميس، انا كنت مسجله الفيديو ده امبارح. انا بقى بنحسب احنا عملنا ايه. احنا بعنا الحاجات على فكره، لسه العيش ما بعتوش. تمام. احنا بعنا يوم زي ما قلت لكم امبارح الخميس. بعنا بقى الحديد، وبعنا اسمه ايه ده، الكتب. مفيش حديد، لا كتب وورق وكرتون وبلاستيك. تمام. كل ده بعناه. خلاص حبيته اوضتي دلوقتي كله طلع داخل. يلا ما علينا، استنوا بسجل ويدخل. ده عشان محدش يضحك عليكي، انا بايعه الكتب
ب8.5. تمام، لان في ناس تقول لك ايه ده ب7، لا 8.5 بعتهم. كان عايزهم ب7، تميت ورا لحد ما بعتهم 8.5. البلاستيك بعته ب10، والكرتون مش عارف تقريبا ب8، يعني تقريبا الكرتون ب8. حلو. طيب ايه انا عايزه اقولك كده، تخيلي انت مدى فرحتك ان انت كنت قاعده معكيش مصروف، ما في الظروف ما تسمحش. جوزك، وخلينا واقعيين، مش هيجي يقولك خدي مصروف ليكي، ممكن يقولك خدي مصروف البيت ويطلب 50,000 حاجه على حاجه بسيطه. تمام. فاحنا يعني كل واحد يقدره ربنا على شيلته وعلى حمله، واحنا نعمل لنفسنا دخل خاص بينا، مفيش مخلوق يعرف حاجة عنك. روحي هاتي ان شاء الله جمعتي 1000 جنيه بعد ان شاء الله شهر او شهرين، ورحت جبت بيهم سبيكة ربع جرام، او رحت جبتهم. يعني انا لما كنت جبت السلسلة الجوهرية، قال لو انت مش عايزة الفلوس دلوقتي انا ممكن اجيب لك دهب كسر. تمام. الذهب الكسر ده حوشيه عندك، يعني كل ما تجمعي مبلغ حوشي. تمام. وحطي الفلوس تمام على جنب خلاص، واعرفي ان انت معاكي، وانزلي اشتري حاجه كل شهرين. افتحي الحصاله كل شهرين، افتحي الحصاله. يبقى احنا عرفنا ان انا مصدر دخلي اهو. انا ست بيت، انا ما بشتغلش، انا قاعده. بدل ما اطلب ايدي كل شويه مدي ايد جوزي يقول لك معيش، لا هيبقى معاكي. تمام. دي اول حاجه. طبعا انتوا شايفين انا كاتبه حصلت، وكاتبه جنبها قلب، رسمه جنبها قلب، من كتر ما انا بحب الحصاله. انا عن نفسي لو كنت فكرت في موضوع اللي هي اعاده التدوير دي، والله العظيم لولا ان انا واحده ست، لا انا جايبه مخزن. لو فكرت فيه كمشروع بقى، جايبه مخزن وجايبه عمال ان هم يجيبوا يلموا الحاجات دي ويفرزوها. يبقى انا عايزه اقول لكم انه ناس كتير جدا 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 بدأ حياتها بالشغل في الموضوع ده، وبقى دلوقتي مش مليونير، لا ده مالتي مليونير. وابحثوا على جوجل وانتوا تعرفوا مين ومامة مين بالظبط، من غير ما يقولوا عشان خاطر كده يعني. فانتي وانتي زي القمر كده، اوعي تزعلي نفسك تاني. اشغلي نفسك بنفسك، ما تقعديش تشغلي نفسك ان انا جوزي راح، جوزي اتكلم، جوزي عمل، جوزي خلى، جوزي عاكس. لا يا حبيبتي، سندك يا ماما، سندك يا حبيبتي هو قرشي، سندك هو ايه؟ حته الذهب اللي في ايديكي. عشان حتى يعني احنا مش عايشين، مش هنعيش العمر كله، بس يجي حتى يعني عيالنا يلاقوا حاجه من ريحتنا. تمام. لو انتي الدنيا بايظه معاكي، وانتي الاب وانتي الام، برضو من غير ما تشتري دهب ولا حاجه، انتي هتزودي دخلك. هنزودي دخلنا يا جماعه، هنحسنوا دخلنا، هنبقى نشوفوا، نفكروا، نشغل مخنا. يعني احنا نشوفوا تشغيل المخ ده بيجيب ايه. طبعا انا عايزه اقول ان كل ما تفكري هتطلعي ابداع، وكل واحده فيكم تفكر تبعت تقول لي ايه رايك في المشروع ده. يعني نعتبر الموضوع ده يعني ايه، معلومات كده رايحه جايه بيني وبينكم. تمام. واللقاء حلو ان الواحد يفيد التاني، يعني انا افيدكم انتوا تفيدوني. اللي عملت اللي انا بقول لها عليه ده المشروع ده، تكلمني مشروع في بيتك يا ماما. انت بتعملي جمعيه، بتعملي جمعيه في بيتك، انت متخيله؟ بتعملي جمعيه مع نفسك، بس بتقبضيها الاول. تمام. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا طبعا كنت قبل كده في فيديو قبل كده قلت لكم اهم حاجه ان ربنا عشان يزود لك رزق انك تصلي على النبي كتير وتستغفري كتير، دي حاجه. تاني حاجه الكتمان، اكتمي بقك خالص، ما تتكلميش على موضوع ان عندك حصاله ولا ما عندكيش. بصي اخفيها. وهو عيل زي ما قلت لك، واحد من ولا بنت من بناتك اللي كنا عارفه، ما تروحيش تقولي لفلانه وفلانه وفلانه. كنت خايبه انا زيك كده زمان، واقعد اروح انا اقول لها عملت كذا وكنت كذا، وابص الاقي انه اما اجي اسال حد ما رضاش يقول لي. هو انا خايبه لوحدي يا جماعه ولا ايه؟ دي مش طيبه يا ماما، دي والله العظيم هبل. انا كنت هبله، انا بعترف ان كنت هبله، انتوا فاهميني؟ فانا بقول لك اهو، قومي كده
روقي على حالك، اقعدي كده في بلكونتك او في شباك، كوبايه شاي بنعناع او مش عارفه الفلايه دي انتوا عارفينها ولا لأ، حاجه كده شبه النعناع بس احسن منه مليون مره. تمام. عندك مكان، شوفي بقى عندك مكان او تعرفي تستغليه في اي مشروع، وانا كل يوم كده هقول لك على فكره جديده ممكن تستغليها تعملي مشروع. فكري الناس في الصين يا جماعه اللي دلوقتي ماسكين اقتصاد العالم كله، بيشتغلوا في اي حاجه، من عيل صغير قد كده بيشتغل في اي حاجه. ما نجيش بقى معلش نتنكوا بقى، لا انا مش هشتغل في ده، لا هعمل في ده. لا اشتغلي يا حبيبتي، اشتغلي في بيتك ومحدش حاسس بيك، وبيوتنا مقفوله علينا، وربنا يجعل دايما يجعلنا دايما مستورين. داخل علينا العيد، محتاجين مثلا نظبطوا الدنيا سوا. محتاجه تنضفي، هتنضفي هتطلعي حاجات كتير قوي متبقيش عايزاها، ألمونيا قديمه، صاج، مش عارفه ايه. ادخلي على جوجل واعرفي الاسعار عشان ما حدش يضحك عليكي. طبعا انا اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.